حكايتنا حكايه شخصيات بلادنا اللي شقات طريقها براسها واللي بصمات اسمها في التاريخ. حكايتنا لشخصيات بلادنا برنامج غنكتشفوا فيه خبايا واسرار وتجارب اللي مرت منها ابرز الشخصيات المغربيه، سواء التاريخيه اللي تسلحت بالقياده والزعامه وحتى المعاصره اصحاب الاستثمار والاختراع. الا قتلتوا حمان واحد في المغرب حمانات فشنو غديروا معاهم؟ هذه اخر كلمه من المقاوم اللي وقف في وجه الخونه وقتل اهم جنرالات الفرنسيس، المقاوم اللي حارب المستعمر في الشمال والجنوب ضد الفرنسيس ضد الصبليون. هذه فرصه نتفكروا تاريخنا ونعرفوا شكون حنا. وقت الاستعمار القياد تقسموا لجوج انواع. النوع الاول تجند الجهاد والدفاع على بلاده، الثاني التعاون مع المستعمر بغرض يبقوا في السلطه وباعوا بلادهم. القايد تهامي القلاوي واحد من الخونه قايد على منطقه قلاوه نواحي مراكش، وقف في صف المستعمر، طغى على المغاربه كيفرض عليهم الضرائب كيخدمهم بلا خلاص، اللي عارض كلامه كيتعاقب. القلاوي تعاون مع الفرنسيس حتى استعمروا المغرب وتحكموا في ناسها، اللي خلاهم يحطوا الباشا على مراكش وغتزيد السلطه ديالو تكبر في المنطقه. في الوقت اللي المقاومه المغربيه كتحارب ضد المستعمر، القلاوي كان واقف في صف الفرنسيس كيهجم على القبائل اللي رافضه الاستعمار. وبعد ما دخلوا الفرنسيس للحرب العالميه ضد الالمان، بدا القلاوي كيجند ولاد منطقته بين عسكر الفرنسيس. لكن وسط هاد الشباب اللي تفرض عليهم التجنيد شاب في عمره 16 عام من قبيله فطواكه نواحي بني ملان، هو محمد بن بريك اللي غادي يولي معروف بحمان الفطواكي. هو الشخصيه اللي غتزعزع التهامي القلاوي وغيقتل اهم شخصيات الفرنسيس. القصه المقاوم بدات بعد ما تجند في صف القلاوي وحارب معاه ضد قبائل اي طعطا واي تحديدو، وملي بدا يكبر ويفهم غيهرب من يد القلاوي اللي كيحارب ضد المغاربه. حمان الفطواكي غيقصد تطوان اللي مستعمره من الصبليون في ذاك الزمان، غيشوف الحاله اللي وصلت ليها البلاد بسبب الاستعمار وغيتجند في صف عسكر الصبليون. بالشجاعه والذكاء غيولي قائد بيناتهم وغيبدا يتعرف على اسرارهم. لكن في الوقت اللي بدات الحرب بين الصبليون وقبائل الريف، غيتعاون مع المقاومه المغربيه بقياده بن عبد الكريم الخطابي، وغيبدا يوصل لهم كاع الخبار. لكن الصبليون عاقوا به وغيهرب من يدهم لطنجه. بعد شهر رجع لمراكش وخدم في التجاره. هذه الفتره بالضبط الفرنسيس غتخرج قانون به ناويين يفرقوا المغاربه العرب على الامازيغ ويقضيوا على المقاومه ويتحكموا في ممتلكات الشعب المغربي. هو القانون المعروف بالظاهر البربري. هذا القانون غادي يرفضوه المغاربه كاملين. هنا حمان الفطوكي غيقدر يدخل لحزب الاستقلال اللي كيحارب المستعمر في السياسه والحوار بدعم من الملك محمد الخامس، في حين الفرنسيس غيحاولوا يصلحوا العلاقه ديالهم بالملك، يتنازل على الوطنيه ديالو ودعم المقاومه، اللي خلاهم يستقبلوه بعد ما رجع من السفر ويقنعوه يوافق على بعض القوانين. غيكون جواب الملك نهار 12 يناير بوثيقه كيطالب فيها بالاستقلال، بحيث هذا التاريخ غيكون عيد وطني لذكرى يوم تقديم وثيقه المطالبه بالاستقلال. الفرنسيس ما تقبلوش هذا الطلب وكلفوا التهامي القلاوي يحرر وثيقه فيها كيقول باللي كاع القياد موافقين على نفي السلطان. 270 توقيع بسميات قياد وبشوات ما عندهم حتى خبر بهذه الحيله. طبعا غيتم نفي السلطان وعيا الفرنسيس بن عرفه مكان محمد الخامس، اللي غيخلي المغاربه يخرجوا في مظاهرات وتنوض الثوره في المغرب اللي معروفه اليوم بثوره الملك والشعب، كاول ثوره في التاريخ بين الحاكم والشعب ديالو. وغتبدا المقاومه بالسلاح. في هذه الفتره الفطواكي غيدخل في مقاومه الزرقتوني بالدار البيضاء بخطوه صعيبه. غيتزعم المقاومه في مدينته مراكش اللي كانت تحت حكم القلاوي والاتباع ديالو في كل مكان بالمدينه كاينين. واخا هكا الفطواكي جمع المقاومين وبدا التخطيط للعمليات والتدريب على السلاح اللي كيوصلهم من الزرقتوني مع حبوب السم السيانور اللي غيحميو بها اسرارهم. وبعد ما نجحوا خطط المقاومه بالدار البيضاء، جا الوقت لعمليات كبيره في مراكش غتكون ضد التهامي القلاوي. غيستغلوا المقاومين كل صلاه جمعه بحيث غيتقربوا من القلاوي وينفذوا العمليات ضده. غتكون اول عمليه نهار الجمعه بجامع الكتبيه. ملي وصل الوقت اللي اتفقوا عليه دخل الفطواكي للجامع مع المقاوم اقله ومعاهم القنابل، في حين غيكلف الفطواكي جوج مقاومين يبقاو على برا ويوصلوا ليه الاشاره باللي القلاوي حاضر. لكن ملي وصل الوقت هذا الاخير قرب للجامع وتعطات الاشاره للفطواكي اللي هي القلاوي ما كاينش بين الحاضرين. هذا الغلط في الاشاره خلى العمليه ما تنجحش. كاين اللي كيقول بلي اللي عطى الاشاره كان خايف، كما كاين اللي كيقول بلي الاشاره خرجت مغلوطه من المقاومين. واخا هكا غترجع جماعه الحمان الفطواكي في الجمعه الثانيه اللي ما غيكونش القلاوي حاضر فيها. غيتسناو المقاومين الجمعه الثالثه 19 فبراير 1954 في جامع الكتبيه. خداو المقاومين مكانهم. ملي وصل التهامي القلاوي باشاره من الفطواكي غيرميو المقاومين 3 القنابل جاو قدام القلاوي اللي تجرح ونجا من الموت. غتجيه بريه من الفرنسيس كيباركوا ليه النجاه. 5 مارس من نفس العام في جامع بالريمه اللي محاصر بالعسكر من كل جهه، غتنفذ جماعه الفطواكي عمليه اخرى ضد بن عرفه اللي حطاتو الفرنسيس مكان محمد الخامس. غيقصدوا المقاومين الجمع والخطه هي يرميو القنابل على بن عرفه قبل ما تقام الصلاه ويقضيو عليه. غيكلف الفطواكي المقاوم اقله مع جوج اخرين اللي غيقدروا يدخلوا للجامع مع اللي حاضرين. ملي وصل بن عرفه دخل المقصوره اللي بناو ليه من الخشب وسط الجامع وتحميه من هجوم المقاومين. وصل الوقت
وصل الفقيه اختبط الجمعة وبداو الناس كيوقفوا لإقامة الصلاة. لكن هنا بوليس الفرنسيس غيبداو يبعدوا الناس اللي كانوا قراب من المقصورة، الا اقل اللي كان كيبان بلباسو من الاعيان. هكا غيكون اقل قادر يرمي القنبله ديالو على بن عرفه اللي غيتصاب بجروح في وجهه. ومباشره بعد انفجار القنبله الفرنسيس سدوا الجامع على الحاضرين ومنعوهم من الخروج. اقل بدل بلاصتو بعد ما رمى القنبله، لكن اللي كان جالس حداه الفرنسيس بيع به. اقل اختار الموت على يطيح في يد القلاوي والفرنسيس، وبغفله منهم جبد حبات السم لحها في فمه. وبعد مده قصيره بدات روحو كتخرج وهو بين يدين الفرنسيس. اما المقاومين اللي ما استعملوش القنابل حاولوا يخبيوهم تحت الحصاير. وفي الوقت اللي بدا الفرنسيس كيقلب بين الناس غيلقاو 3 د القنابل كتشبه اللي انفجرت على القلاوي في جامع الكتبيه، ولحد الساعه ما قدروش يتعرفوا على مالها. بعد هذه العمليه غتجي اللحظه اللي غتقدر فيه جماعه الفتواكي تزعزع قلوب الفرنسيس في عمليه ضد الجنرال غيون. كان ناوي يدير اخر خطاب ليه في المغرب. استغلوا المقاومين هذه المناسبه ملي وصل الوقت، خدا حمال الفتواكي ومبارك بن بوبكر بلاصتهم في الشارع اللي غيدوز منه موكب الجنرال. وباشاره من الفتواكي رمى بن بوبكر القنبله على الموكب وقدر يخرج به الناس بالتخبيه. لكن القنبله طاحت بعيده على الجنرال غيون وماتوا 2 من الفرنسيس و10 مجروحين بينهم دري صغير اللي غتنشر الصحافه الصوره ديالو وتبين المقاومه في صوره خايبه للعالم. كيفاش؟ وهما اللي لاحوا اطنان القنابل على ابرياء جبل بادو وتسببوا في 2000 قتيل في ضربات سانيغان بالدار البيضاء. من بعد غيقرر حمال الفتواكي بالتخطيط مع محمد الزرقتوني لتنفيذ عمليه ضد الجنرال دوتفيل. هذه العمليه غيتكلف بها المقاوم علال بن حمد اللي غيقطع الطريق على الجنرال في جامع الفنا في طريقه للكنيسه. غيجبد السلاح، لكن في الوقت اللي بدا كيتيري في الجنرال تعرف عليه واحد الخضار اللي خلاه علال بن حمد يهرب ويغبر من المكان. هذا الخضار استقبلوه الفرنسيس وعطاوه 100,000 فرنك على الشجاعه ديالو، خصوصا انه قال في التحقيق باللي عارف هذا المقاوم وقادر يوصلهم ليه. لكن لا فلوس الفرنسيس نفعته ولا كان عنده الوقت يتمتع بها، بحيث بعد 2 سيمانات جماعه الفتواكي قصدوا هذا الشخص في السوق، قتلوه وتهناو من باسو وخلاوه مثال للخونه. بعد الجنرال دوتفيل غتكون اخر عمليه ضد المراقب جون ستيتون صاحب الباشا القلاوي. غتنفذ العمليه بالتعاون مع 2 مغاربه خدامين مع المراقب اللي غيوصلوا خبارو للحمال الفتواكي. تكلف بن بوبكر بهذه العمليه وحاصر المراقب اللي كان طالع لواحد العماره في مراكش، قدر يقتلوه في الدروج ديال العماره. هكا زرعت جماعه الفتواكي الخوف في قلوب المستعمر والعملاء ديالهم. وبعد عمليه كبيره ضد اهم الشخصيات غتكون هذه العمليه مورا نهايه مقاومه حمال الفتواكي، بحيث كلف مقاوم بعمليه جديده اللي منها قدروا الفرنسيس يشدوا اللي غينفذها وبداو معاه التحقيق وبالتعذيب خرجوا منه الاسرار. الفتواكي كان مجتمع مع المقاومين في دار عمر السفاج، وفي لحظه سمعوا الدقان. كان موراه واحد من المقاومين اللي دخل بلونو مخطوف غيقول لهم باللي علال العسكري تشد واعترف بكل شيء اللي خلى الفتواكي والمقاومين يغبروا من المدينه بمره. الفتواكي قصد الدار البيضاء وتما دوز مده. غيوصلوا الخبر بلي الام ديالو مريضه. هذا الخبر غتخليه يرجع لمراكش بالتخبيه. ملي وصل من وسط الدار غيسمع الدقان، حل الباب ولقى الفرنسيس قدامه. هنا قرر ياكل حبات السم اللي كان مخبيها في جيبه، لكن في اخر لحظه غيتردد وغيبدا التعذيب ديالو على يد الفرنسيس. واخا هكا الفتواكي صبر وما خرج ولا معلومه، وقال باللي كاع العمليات هو اللي كان موراها، خطط ونفذها. هكا غيدوز مده في الحبس، وكان في كل زياره كيستقبل عائلته بضحكه عريضه. غيجي الوقت للنطق بالحكم وغيتحكم عليه بالاعدام. وفي لحظات التنفيذ تكلم وقال الا قتلتوا حمان في المغرب حمانات اخرين فشنو غديروا معاهم؟ اللي قصد منها ان المقاومه غتستمر بلا بيه في كاع المدن حتى يرجع ملك البلاد ويخرج المستعمر من المغرب. حمان الفتواكي، حكايه المقاوم اللي واجه اكبر خائن في تاريخ المغرب، تهامي القلاوي، المقاوم اللي اختار نهار الجمعه يوم لتصفيه الخونه والمستعمر، المقاوم اللي دافع على حريته كرامته وصبر لكاع انواع التعذيب.